يا مساء الفل والهنا والسعادة حبايب قلبي واخواتي الغاليين، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وهنا وسعادة وراحة بال يا رب، اللهم امين. حبايبي واخواتي الغاليين اللي مشرفيني من كل مكان، والناس اللي دخلت معايا جديدة والناس اللي معايا قديمة، كلكم على راسي من فوق، كلكم شرف ليا انكم تكونوا معايا. ربنا ما يحرمني منكم ابدا ابدا يا رب. ربنا يصلح حالكم ويشفي مرضاكم ويبارك في عيالكم يا رب، اللهم امين. يا رب اشف مرضاكم يا رب، لا يذلكم ولا يحوكم لحد ابدا يا رب. يا رب يبارك فيكم وفي صحتكم ولا يرقدكم ابدا ابدا ابدا، ولا يذلكم لحد اهم حاجة. يا رب يبارك لكم في صحتكم ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة يا رب، اللهم امين. بصوا بقى حبايب قلبي، الفيديو بتاعنا النهارده عايزه اقول لكم جامد. والله يا جماعه انا لو لقيت حد يقول لي الكلام ده من زمان وينصحني النصايح اللي اقولها لكم دي من زمان، لكن زماني بقيت مليونيره دلوقتي، مليونيره مش مديونه وعليا فلوس. بس الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. انت بقى دلوقتي لقيت اللي بينصحك، يعني انا مثلا دلوقتي ام زياد كأم زياد عندي افكار وحاجات من خبرتي وحاجات شفتها في، يعني على قد ما انا سن صغير، سن مش كبير قوي، يعني 33 سنة، سن مش كبير، بس على قد خبرتي في الدنيا والحاجات اللي حصلت معايا في الدنيا والحاجات اللي شفتها كتير، تخليني ان انا اقولك الكلام ده، تخليني اقولك اللي انا ما عملتهوش قبل كده انت دلوقتي تعمليه. لو انت لسه عروسة داخلة جديدة او بنوتة داخلة على جواز او لسه سنك صغير، اللي انا هقولك عليه دلوقتي الحقي نفسك واعمليه، الحقي اعملي اللي انا ما عملتهوش قبل كده. واللي انا ما عملتهوش قبل كده انا بعمله دلوقتي. بس ممكن يكون يطلع لك حد كده في حياتك بيخرب لك اللي انت بتعمليه، بيخرب لك اللي انت بتعمليه. بس حاولي على قد ما تقدري ان انت تسعي، طالما انت ماشيه صح وبتعملي الصح امشي ورا دماغك، ما تخليش حد ياخرك، ما تخليش حد يعطلك. لو امك نفسها واختك واخوكي نفسهم بيعطلوكي وبيأخروكي، ما تخليش حد يأخرك. لو جوزك بيأخرك وبيعطلك عن الهدف اللي انت عايزه تمشي عليه بس هدفك صح، وانت شايفه ان انت صح في قرارك ده، ما تخليش حد يأخرك. طب الكلام ده يا ام زياد، طب ما هيحصل مشاكل ما بيني وبين جوزي، جوزي هيفكر ان انا بمشي رأيي وهو المفروض هو اللي يمشي رأيه. طالما رأيك انت الصح خليكي ماشية عليه وخليكي ماشية ورا هدفك. صلوا على النبي حبايب قلبي، تزيدوا وتكسبوا يا رب، اللهم امين. ربنا يصلح حالكم يا رب. حطوا اللايك الجميل بتاعكم واشتركوا في القناة. بص حبيبة قلبي، دايما الواحد كده بيبقى ناقصه شوية افكار وناقصه شوية حاجات كده عشان يكمل بها حياته. يعني ممكن مثلا تلاقي ست والله العظيم انا فعلا يا جماعة بيخش لي ستات كبار زي العسل كده، ست قد امي، ست قد جدتي، تخش لي تقول لي يا ام زاد الله لو كنت سمعت نصايحك دي من زمان لكان زمان معايا فلوس دلوقتي مش قادره اقول لك. انا كنت مسرفه وبصرف في حاجات ملهاش لازمه، والفلوس معرفش بتروح مني فين، والمرتب اخده اوديه هنا وهنا وهنا. دلوقتي انا ست كبيره وقاعده مكاني محلك سر، ولا لاقيه ابني جنبي ولا لاقيه بنتي جنبي، يا دوبك بيكلموني بالتليفون وما بشوفهمش الا كل فين وفين، متلهيين في عيالهم وفي حياتهم وفي الدنيا والعيشه واللي عايشينها، ومحدش بيسأل عني. يا دوبك انا قاعده كده اهو مكاني، لا قادره اخدم نفسي ولا معايا فلوس حتى ان انا اصرف بيها وامتع بيها نفسي. ما انا صرفت كل فلوسي وانا صغيره، ما كنتش بهتم للجنيه، كنت اطبخ كل يوم واكل كل يوم واصرف ما في الجيب، ما في الجيب ياتيني ما في الغيب. كنت دايما اقول لنفسي كده، نبقى قاعدين انا والعيال كده اهوت، اروح اقول لهم خدوا 200 جنيه، روحوا هاتوا لنا شويه حاجه ساقعه وشويه شيبسي وشويه لبس وشويه لب وشويه حاجات، وانسى ان بكره ده عايز اكل، وانسى ان انا بعد كده هيجي عليا الزمن هبقى ست كبيره، هبقى قاعده على عكاز، مفيش حد هيخدمني، مفيش حد هياكلني، مفيش حد هيسال عليا، ولا عيالي نفسهم بيدوروا عليا دلوقتي. فالافكار دي فعلا لو انت سمعتيها وانت صغيره ما كانش ده بقى حالك دلوقتي. هقولك على حاجه، انت دلوقتي ست ما شاء الله لسه صغيره وبصحتك وبعافيتك، دلوقتي عماله تصرفي اي فلوس في ايدك، بتصرفي ما انتش عامله حساب لبكره. انت ممكن تقولي ايه، طب ما انا اعمل حساب لبكره ليه، طب ما انا ممكن يجي بكره عليا اموت ملحقش اتهنى بالفلوس دي. طب ما انا هقولك على حاجه، العمر ده بتاع ربنا، انك تعيشي او تموتي بتاع ربنا. انا كده كده لسه عايشه، انا بفكر وانا عايشه دلوقتي، اعمل حساب لبكره، اعمل حساب للزمن. طب ما يمكن بدل ما تقولي بكره هموت، ما يمكن تعيشي وربنا يطول في عمرك. انا عايزاكي بس تفهمي معايا الكلام الجميل ده. والله العظيم لو سمعت الفيديو النهارده والافكار بتاعته هتلاقي حياتك هتتغير مليون درجه. وفعلا
ده لو ده كان حصل معايا من الاول قبل ما اتجوز، ومن اول ما اتجوزت انا ما كنت غير كده خالص. يعني ما كنتش برضو حريصة للدرجة زي دلوقتي. كنت معرفش قيمة الجنيه، معرفش قيمة الفلوس. مريت بحاجات وتجارب مرت عليا كتير شيبت شعر راسي، اقسم بالله على قد سني ده هو الصغير، بس مريت بحاجات شيبت شعر راسي. انا جوزي كان بيقعد بالسنة في البيت، مفيش فلوس، مفيش دخل، مفيش اي حاجة. لان جوزي لما كان بيبقى شغال الفلوس اللي شغال بيها كلها بنصرفها، بناكل ونشرب بيها. فجوزي كان يجيله ظرف ويقعد في البيت، ابني يحصل له حادثة ويحصل له مشكلة ملاقيش الجنيه. فالحاجات دي كلها بتعلمك دلوقتي. فانتي لو سمعت الكلام ده كله مني دلوقتي، والله مش بعيد هيكون عندك بيت ملك، هيكون عندك اللي انت عايزاه. لو انت قاعدة في شقة ايجار هتقعدي في بيت ملك. حتى الكلام ده لو هيحصل بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، مفيش اي مشكلة. طب تعالي لما اقولك على حاجة بسيطة كده اهو، انت هتتسرعي لما تسمعيها. في واحدة حبيبتي كنا بنتكلم مع بعض يعني. مامتها صاحبة امي، يعني امها صاحبة امي. فانا اتعرفت على بنتها، يعني امها كانت بتكلم امي ودايما نتقابل مع بعض في الشارع وكده، فتعرفت على بنتها. هي تقريبا من دوري، اكبر مني بسنتين. فقعدنا انا وهي، بتقول لي انا سمعت لك كام فيديو كده على اليوتيوب، بس فيديوهاتك جميله موفره ومش عارفه ايه. قالت لي طب انا هقول لك على حاجه، والحاجه دي لو احكيها يعني لحبايبك على اليوتيوب، الفكره دي جميله قوي. فقلت لها قولي. قالت لي انا عارفه ان انت دايما بتتكلمي عن الفلوس الفكه، ودايما بتتكلمي عن التحويش، ودايما بتقولي الفلوس وحوشوا واعملوا وخلوا. عايزه اقول لك ان كلامك ده جميل، وده انا ماشيه بيه. انا لو قلت لك دلوقتي حاجه يا ام زياد هتتسرعي. قالت لي يا ام زياد انا دلوقتي عندي كام سنه؟ عندي بتاع حوالي 36 37، هي اكبر مني حوالي بسنتين 3. قالت لي من قبل ما اتخطب، مش من قبل ما اتجوز، من قبل ما اتخطب. اتخطب ايه؟ من قبل ما اتخطب، مش هتخطف، اتخطب يعني من قبل ما يجي لها عريس وكده. وهي لسه يعني بنوته لسه صغيره وما اتجوزتش ولسه والكلام ده. فكانت اي فلوس تاخدها من امها من ابوها، فلوس عيد، فلوس اي حد يديها اي جنيه، ما كانتش بتصرف. ما كانتش زي البنات ولا كانت بتبص للبنات. اسمعوا بس القصه دي كده. فالمهم ايه، اي فلوس كانت بتاخدها كانت عامله حصالات، وبتعين الفلوس الفكه في حصاله، والفلوس المجمده في حصاله. الفلوس الفكه في حصاله والفلوس المجمده في حصاله. قالت لي يا ام زاد فضلت اعمل كده، احوش فلوس العيد وفلوس الاعياد الميلاد، وفلوس اللي اخوالي بيدوهاني، واللي ستي بتدهاني، واللي امي وي. جيت بقى لما اتخطبت، يعني فضلت اعمل كده وانا بنت لسه ما اتخطبتش وكنت لسه صغيره. جيت لما اتخطبت، خطيبي طبعا كان بيجيب لي مثلا، كان بيجيب لي فلوس، كان بيجيب لي يعني، كان بيديها مثلا في الاعياد فلوس، مش عارفه ايه الكلام ده كله. فضلت احوش. جيت بعد ما اتجوزت يعني لحد ما اتجوزت لحد الان يا جماعه، لحد الان. يعني هي بتقول لي جيت بعد ما اتجوزت بحوالي 9 سنين ولا 10 سنين، فتحت الحصاله بتاعتي، انتوا مش هتصدقوا لقيت فيها كام. انتوا مش هتصدقوا لقيت محوشه فيها كام. هي بتقول لي انا اصلا سمعت منها الكلام، انا قلت لازم احكي لكم الكلام ده، انا لازم احكي لكم الموضوع ده. انتوا مش هتصدقوا، انا اتصدمت من الكلام اللي هي قالته. بتقول لي يا ام زياد لقيت الفلوس الفضه محوشه 11,000 جنيه من الفلوس الفكه. الفضه بس 11,000 جنيه، ومحوشه من الفلوس المجمده 65,000 جنيه. 65,000 جنيه. والفلوس المجمدة 11,000. الفلوس الفكة الفضة 11,000 جنيه، عدتهم كده لقيتهم 11,000. والفلوس المجمدة لقيتها 65,000 جنيه. قلت لها يعني انا اتسرعت بس دي فلوس قليلة برضو. قالت لي بقى من لما جيت اتجوزت، انا بسألها السؤال ده، يعني انت كنت بتحوشي من قبل ما تتخطبي؟ يعني بقالك يعني مثلا حوالي 10 سنين مثلا ولا 15 سنة بتحوشي، المفروض ان المبلغ قليل، ان انت في الوقت ده كله بتحوشي في المبلغ ده. قالت لي يا ام زيد ما انت ناسي حاجه، ان انا حوشت اكتر حاجه قبل ما اتجوز، قبل ما اتخطب. لكن بعد ما اتخطبت طبعا دخلت بقى في معمعه، اشتري ملايات، اشتري قمصان نوم، اشتري عبايات، اشتري جهاز، اشتري مكياج، اشتري بقى الحاجات اللي نفسي ما كنتش بعرف احوش قبل كده فقد كده. فجيت بقى لما اتجوزت رجعت للتحويش تاني، وخدت الحصالات اللي انا كنت واخداها معايا، وخدت اللي انا كنت يعني قبل ما اتجوز وبحوش فيها، خدتها معايا بيت الزوجيه، وبقيت اكمل فيها. لما فتحت الحصاله لقيتني محوشه المبلغ ده. نزلت يا ام زيد اشتريت بيهم كلهم ذهب.
يعني حوالي دخلت في 70,000 جنيه، حاجة و70,000 جنيه. قالت لي دخلت رحت اشتريت بيهم كلهم دهب. قلت لها انت بتتكلمي بجد؟ قالت لي بتكلم بجد، ده انا يعني هي بتقول لي انا مش مصدقه نفسي ان الفلوس دي معايا من عمري وانا صغيره. انتوا فاهمين القصه يا جماعه؟ جت بقى لما اتخطبت بقول لكم، يعني المفروض كان يبقى معاها فلوس اكتر من كده. بس جت طبعا بقى ظروف بقى الخطوبه، وبتجيب جهاز وعزال والكلام ده، فما عرفتش انها تكمل. فجت كملت بعد ما اتجوزت، بعد ايه يعني، بعد الجواز بسنه كده بدات رجعت للتحويش تاني. يعني حاجه جميله قوي. فانا اقول لك يا حبيبه قلبي ان فعلا الفلوس لو احنا كنا عملنا كده من قبل ما نتجوز واحنا لسه اطفال لغايه دلوقتي بنحافظ على القرش، وكل قرش كان زمان دلوقتي معانا بيوت لعيالنا، شاريين بيوت لعيالنا. لان البيوت الاول من كام سنه، ما انا بقول لك لو كنت سمعت الكلام ده من زمان وحد قاله لي من زمان، كان زماني بقيت مليونيره. كان زمانك انت بقيتي معاكي بيت ملك احسن من الشقه اللي انت قاعده فيها ايجار، وكان زماني قاعده في شقه ملك بدل اللي انا قاعده فيها ايجار. بس احنا ما كناش بنعمل كده، احنا لسه متعلمين الكلام ده قريب، بدانا نمشي بيه قريب. بس باذن الله لو مشينا بيها نعمل. بس العيشه دلوقتي غير العيشه زمان. الاول يا جماعه كانت الحياه رخيصه، كان ممكن يعني ايام زمان قوي كده، من زمان قوي كده، كان يعني بيقول لك بيشتروا البيت ب1000 جنيه وب2000 جنيه وب3000 جنيه. يعني ال2000 جنيه اللي اصلا و3000 اللي ما يفتحوش بيت دلوقتي. يعني سمعت منها كلام، قلت لا ده لازم احكي الموضوع دوت واخلي اصحابي وحبايبي اللي على اليوتيوب يعملوا. ليه ما يعملوش كده؟ ليه ما نعملش كده يا جماعه؟ ليه من ال10 جنيه وال20 جنيه وكمان تيجي مثلا تفتحي كمان 10 سنين، ان ربنا احيانا ويدانا عمر نبص نلاقي عندنا مبلغ، هتقولي لسه هستنى 10 سنين؟ ما تقوليش الكلمه دي، اوعي تقولي الكلمه دي. ما تخليش حد يعقدك، ما تخليش امك، اختك، اخوك، اي حد يقول لك الكلام ده ويعقدك بيه. اعملي كده، ارمي حمولك على الله. الفلوس هي اللي هتسندك، زي الست العجوزه اللي بتقول ما فيش حد بيعبرني، ما فيش حد بيسأل عليا، ما فيش. اللي هيقف جنبك بعد كده هو قرشك وفلوسك. حتة الذهب اللي انت حوشتي واشتريتيها هي اللي هتسندك بعد ربنا. والله يا جماعة الكلام ده حقيقي، الكلام ده حقيقي. فلوسك هي اللي هتسندك، فلوسك هي اللي هتسعد قلبك. عايزه اقول لك اللي ما معهوش قرش ما بيسواش قرش. انت لو معاكي قرش دلوقتي ومرضتي ولا تعبتي، اقل حاجه الفلوس هي اللي هتكشف عليكي، هتروحي تكشفي بالفلوس. لو انت دلوقتي ست كبيره او ست عجوزه وعيالك ما بيسالوش فيكي، هتروحي تجيبي مثلا ست غلبانه، هتجيبيها تساعدك. مش هنقول تخدمك بقى يا جماعه، ما فيش حد مش هنقول على حد خدامه ولا الكلام ده. احنا هنقول بما يرضي الله، واحده هتساعدك في البيت هتديها فلوس عشان تساعدك في البيت، تنظف لك الشقه، تعمل لك اكل، تجيب لك مشتريات من بره. فهي الفلوس هي اللي بتقوي قلبك دلوقتي. الفلوس هي هتبقى ايدك ورجلك في عجزك بعد كده. لو انت معاكي، بصوا يا جماعه، هي اهم حاجه في الدنيا الرضا والسعاده والصحه وراحه البال. بس مفيش غنى عن الفلوس، مفيش غنى عنها. فانا بقولك من دلوقتي لازم تعملي حسابك، لازم تعملي حساب لكبرك لما تكبري، لسنك وانت عجوزه ما فيش حد بيسال عنك. الفلوس هي اللي هتخلي الناس يسالوا عنك، هتخلي الناس يجوا يقعدوا تحت رجليكي، هتخلي الناس يجوا يخدموكي ويشوفوا انت عايزه ايه وشوفي طلباتك ايه. بالفلوس كل ده بيتعمل بالفلوس. واحده تشوف لك طلباتك، واحده تعمل لك اكلك. لو معاكي حته ذهب وانت كبيره في السن ممكن تبيعيها وتصرفي منها لو ما فيش حد بيسال عنك ولا الكلام ده كله يا جماعه مهم. والله العظيم الكلام ده مهم. ربنا يصلح حالكم يا رب، ربنا ما يحوكوش ولا يذلكوا ابدا ابدا لحد. حاولي بس ان انت من دلوقتي تفكري في الكلام اللي انا بقولك عليه. عيني اعملي لك حصاله كل يوم، عيني فيها اي حاجه، اي حاجه. والله لو عينتي فيها 5 جنيه، لو عينتي فيها 10 جنيه، ما تستقلش بال5 جنيه. 5 على 5 على 5 كل يوم، هتيجي تلاقي معاكي اخر الشهر 150 جنيه، هتلاقي معاكي 200 جنيه. انا عملت حصاله يا جماعه لمده 20 يوم، حوشت فيها 200 جنيه. ال200 جنيه هنزل اجيب بهم حاجات تستر بيتي، هجيب بيها حاجات تستر بيتي. هتجيبي حاجات ب200 جنيه، هجيب حاجات ب200 جنيه وهيستروا البيت احسن من ما فيش. الفلوس دي كانت زمانها مصروفه ضايعه، لما اني ماسكه شويه وبحافظ على القرش شويه. الحمد لله حوشت ال200 جنيه واقدر احوش 2000 جنيه، كله بالصبر وكله بما يرضي الله، من غير حرمان برضو ومن غير اي حاجه. فالست اللي هتيجي تقول لي مش عارفه احوش، لو جيت اقول لك حوشي 5 جنيه، دي مش حاجه، انت لو اديتها للعيل هيرميها في وشك. فما فيش واحده تيجي تقول لي مش عارفه احوش. ال5 جنيه مش حاجه عشان تقولي مش عارفه احوش، ال10 جنيه مش حاجه. ده انت لو دبرتي نفسك في مصروف السوق، او عملتي اكل على يومين، او بطلت تنزلي السوق كل يوم، والله العظيم هتحوشي ال10 جنيه بتاعت كل يوم.